بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الحدث في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سمارت في الملعب. انطلقت الجولة الأولى للدوري الممتاز منذ أيام قليلة، وهو دوري مثير للغاية. فوز الزمالك وتعادل الأهلي وتعادل بيراميدز ليعتلي المصري قمة المجموعة. انطلقت ضربة البداية للدوري الممتاز، و22 أغسطس دوري المحترفين، وأول سبتمبر دوري الممتاز ب، والقسم الثالث أول سبتمبر، وبالتحديد 6 سبتمبر. وأمس كانت قرعة القسم الثالث لمجموعة الجيزة. كانت قرعة برضو مثيرة لحضور كل الأندية. كل الأندية حضرت بالتحديد هذه القرعة، وظهرت بشكل كبير، وكاميرا سمارت في الملعب كانت سباقة في هذا الحدث، حدث قرعة دوري منطقة الجيزة. موسم يبدو أنه سيكون مثيرا للغاية ومليئا بالأحداث، وخصوصا أن جميع الأندية رفعت شعار المنافسات وليس الممارسات، وزادت رغبتها في الوصول إلى منصات التتويج. القيمة التسويقية للدوري الممتاز 156 مليون دولار. القيمة التسويقية لدوري المحترفين 10 مليون دولار. القيمة التسويقية لدوري القسم الثاني ب، وهم 89 نادي، 300 مليون جنيه. موسم سيكون فعلا مثير جدا جدا جدا. النهارده هنتكلم عن قضايا كتير، وعن مشاكل كتير، وعن موسم الكل يستعد له على البساط الأخضر الساحرة المستديرة. ودلوقتي هنطلع فاصل علشان نشوف احتفال إذاعة الشباب والرياضة بمحللي الاستوديوهات التحليل في جميع الدوريات. ودي اللي بيميز إذاعة الشباب والرياضة، إن هو بيحلل مباريات الدوري الممتاز والممتاز به وحتى القسم الثاني. تعالوا نطلع فاصل ونشوف هذا الحدث اللي كانت كاميرا سمارت في الملعب في قلب الحدث. تعالوا نستمتع بيه ونرجع نستقبل ضيفنا الكريم، يعني اللي بيتمتع بعدة ألقاب: المدير الفني لفريق سمارت، والمدير الرياضي، ونقيب المهن الرياضية كابتن أسامة يوسف. تعالوا نطلع فاصل ونشوف التقرير ونرجع نستقبل ضيفنا الكريم. هذا البرنامج برعاية إذاعة الشباب والرياضة إذاعة مسموعة في مصر كلها. أنا كنت في أسوان، لقيت الناس هناك بتقول لي الشباب والرياضة إحنا بنسمعها. ويعني أنا كنت أياميها في البرنامج العام وكنت بقول على المحطة اللي أنا فيها، لكن لقيت الناس مرتبطة جدا بمحطة الشباب والرياضة. فأي حاجة أنتوا بتعملوها فهي مسموعة، وأي حاجة أنتوا بتعملوها فهي بتنافس. وكفاية إن كل الإذاعات اللي بتطلع بتقدم خدمة رياضية كان عينها على الشباب والرياضه، وبتقلد الشباب والرياضه وبتنافس الشباب والرياضه. شبكه الشباب والرياضه بوجودكم معانا فريق عمل كبير جدا، سواء من الزملاء المذيعين الكبار في الاعلام الرياضي، او من زملائنا المخرجين والمعدين والاستاف الاداري. برضو الشبكه مصدر اخبار، الشبكه مصدر صناعه محتوى رياضي في مصر والعالم العربي. احنا حابين نجتمع في غرفه الشباب والرياضه، بالتحديد اوضه الرياضه اللي طلع منها كل نجوم الاعلام الرياضي، اللي كانت المدرسه الكبيره اللي كل الجماعه اللي قاعدين موجودين بيعترفوا بجميل صنعهم، ممتنين جدا لكل اللي قدمناه او بنقدمه.
زي ما قلنا قبل كده ان احنا في منافسه شديده، ولكن وجود كل هذه الكوكبه من نجوم الاعلام الرياضي، محللي الاذاعه والتلفزيون، محللي قنوات التلفزيون، الناس اللي بيتمتعوا بحياديه وصراحه ووضوح ومهنيه. ناس كتير، مش بتكلم عن نفسي بس، ناس كتير جدا من مقدمي البرنامج والناس اللي بتبقى من ورا الميكروفون والمحللين. كان في ايام كتير جدا بنحلل ماتشين في نفس اليوم، وفي ايام 3 ماتشات وايام 4 ماتشات، فلازم تقعد مركز جدا جدا والوقت طويل عشان تقدر تطلع الكلام اللي مظبوط اللي يليق باسمك وباسم شبكه الشباب والرياضه. طبعا انا سعيده جدا اني موجوده النهارده معاكم. فكروني بايام جميله، ايام التجمعات، والله يرحمه الحاج احمد الليثي، الاستاذ وليد السيوني، والعمر الطويل الاستاذ حسام الدين فرحان، ومين تاني؟ لمياء وعثمان وهاني حنحوت، كل زملائنا اللي كانوا موجودين معانا. المزيد من التقدم ان شاء الله السنه دي باذن الله. موجودين النهارده طبعا مع مجموعه كبيره جدا جدا، على راسهم طبعا الكابتن شريف الخشاب طبعا، كل المجموعه طبعا، كل المذيعين، احنا بنحس ان احنا في بيتنا. سعادتي البالغه كمان ان انا قابلت زمايلي اللي هم اخواتي وعشره العمر. بتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى لهم موسم طيب وسعيد. شهادتي بالنسبه لك يا استاذ محمد ممدوحه، احنا اشتغلنا مع بعض سنوات طويله وعديده، مش بس في ماسبيرو لكن بره ماسبيرو كان ليا الشرف. الحقيقه كانت فرصه طيبه جدا تواجدي النهارده في الاذاعه العريقه، اذاعه الشباب والرياضه، شبكه من الشبكات المميزه جدا في الاذاعه المصريه، قدمت الكثير والكثير من الاحتفاليات والمباريات والاحتفاليات الرياضيه اللي على مستوى مميز جدا. بشكر كل القائمين على اذاعه الشباب والرياضه على اللفته الشيك قوي اللي اتعملت دي، ما تتعملش غير الناس عندها رقي في التعامل بالامانه يعني. طبعا احنا مش بنحلل ماتشات بس فقط لا غير عشان نفيد اللاعبين ونفيد الاجهزه الفنيه، لا احنا بنحلل علشان الافاده للمنظومه كلها، منظومه الرياضه كلها طبعا انها تستفيد، وده الهدف بتاع اذاعه الشباب والرياضه. نتمنى دايما للبيت الكبير دايما التفوق اكتر، لان هو دايما البيت اللي طلع نجوم كبيره يمكن قبلينا بكتير. طبعا نجوم مصر الكبار كابتن علي ابو جريشه وكابتن شاذلي والنجوم الكبار اللي اتمتعنا بيهم وطلعنا عليهم بعد كده، وكنا مداد للنجوم الكبار. واذاعه الشباب والرياضه طبعا اللي انا بعتبرها رقم واحد في مصر، فدي حاجه الحمد لله حاجه كويسه جدا جدا. وان شاء الله بس احنا بنتمنى نكون احنا عند حسن حسن ظنهم ونقدر نقدم حاجه لاذاعه الشباب والرياضه، فدي حاجه بتسعدنا جدا جدا. هذا البرنامج برعاية اهلا بكم من جديد في سمارت في الملعب. شفنا قد ايه ان التكريم المعنوي يساوي الكثير والكثير، وتحت شعار اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. وهنا بقى مش الاجر بالمال، لا ده الاجر معنوي، والاجر المعنوي افضل بكثير من كنوز الدنيا واموالها كلها. الحلقه اللي فاتت كنا عملنا مداخله مع المهندس عاطف الخطيب، من ضمن الكلام اللي كان قاله في المداخله، وكان معانا ضيفنا الكريم دكتور محمود الصبروت، ان هو كان طالبه بان هو يكرم المتميزين والفائزين واللي وصلوا لمنصات التتويج من ادنى الى اعلى، يعني من الاقسام الادنى القسم الرابع للثالث والثالث للثاني وهكذا طبقا لكل محافظه. اذاعه الشباب والرياضه يعني ما كدبتش خبر، كرمت الناس اللي هم بيطلعوا يعملوا استوديوهات تحليل من الدوري الممتاز لحد القسم الثالث والادنى كمان.
فبنقول لهم شكرا على هذه اللفتة الطيبة نيابة عن كل الناس المحللين في الاستوديوهات. والآن مع واحد مع نجوم الرياضة في مصر، شخصية رياضية رائدة تجمع بين الخبرة الإدارية والقيادة الفنية، ويواصل مسيرته بإتقان تام في مجال كرة القدم خصوصا، وفي مجال التطوير المؤسسي للأندية، مع نقيب المهن الرياضية في الجيزة، مع رئيس اللجنة المنطقة الفنية في نفس المنطقة الجيزة، مشرف على منتخبات، مدير فني لكرة الصالات، مدير رياضي لنادي سمارت، المدير الفني لنادي سمارت، حاجات كتير قوي ما شاء الله، مع ضيفنا الكريم كابتن أسامة يوسف. أهلا بك كابتن أسامة. اهلا بيك يا كابتن باهي. ما شاء الله 7 صنايع بس البخت مش ضايع. الحمد لله. تقول ايه بقى يعني، تفتكر اي الالقاب حاليا؟ يعني ما شاء الله انت من اكتر الناس اللي عندها القاب وبتشتغل في كل الالقاب. العمليه مش القاب بس وخلاص، مش تايتل، مش يافطه متعلقه عندك، لكن بتشتغل ما شاء الله يعني كل هذه الالقاب بتعمل على قدم وساق يعني هو احب الالقاب بالنسبه لي هو لقب كابتن. هو اهم لقب لانك كنت لعيب كوره. هو ده الاساس. أكيد. هو ده الاساس اللي اتبنى عليه كل المسيره اللي فاتت واللي خرج منه كل الالقاب اللي حضرتك قلتها. اكيد. وكابتن كنت لاعب كوره ومدير فني ما شاء الله، يعني في كل الانديه اللي انت مسكتها. بدايه طبعا انا عايز اذكر برضو بالساده المشاهدين انك انت كنت لاعب في المقاولين العرب ولاعب متميز. تمام. واعتقد ان انت كنت يعني من الناس الاساسيين، بس هل يعني خدت حقك كده مع المقاولين العرب وكلاعب كره؟ بص يا كابتن باهي، هو الواحد يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. البدايه كانت في نادي المقاولين العرب، وده مؤسسه كبيره جدا في التوقيت ده. كان نادي المقاولين العرب عامل طفره كبيره جدا في مجالات قطاعات الناشئين وفي مجالات كره القدم. ويمكن نتاج ذلك ان المقاولين العرب خد بطولات افريقيا وتربى على عرش افريقيا فتره طويله يعني. انا طبعا لعبت في قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب من 15 سنه لحد 19 سنه. كان عندنا صوره على الشاشه اهو وانت لعيب كوره ما شاء الله يعني. ما هي الصوره دي كل اللي يشوفها يقول لي كنت سمارت قوي. كنت سمارت جدا. على فكره الصوره دي كل اللي يشوفها يقول، لما اقول له طب الصوره دي انا كان عندي كام سنه، فكل اللي يشوفها يقول لي 20 سنه 19 سنه. لكن الصوره دي فعلا كانت في موسم كنت بلعب تحت 15 سنه. ما شاء الله. كنت بلعب تحت 15 سنه في المقاولين العرب مع طبعا مدرب من المدربين العظام الله يرحمه يعني الكابتن محمد عثمان. كان من المدربين المتميزين جدا اللي كانوا سابقين عصرهم واوانهم يعني. كان في كابتن ليو يا كابتن صح؟ كان كابتن ليو، بس كابتن ليو بعد كده، لكن الكابتن محمد عثمان هو كان الاساس اللي كان موجود في الفتره دي في قطاع الناشئين يعني. أيوة. فانا لما رحت بدات مع الكابتن محمد عثمان، ويمكن بعد كده لما انا كنت ثانويه رياضيه وبعدين كليه تربيه رياضيه تخصص كوره. فلما درست كره قدم وتعمقت في الدراسه اكتشفت ان الكابتن محمد عثمان ده كان سابق فعلا عصره وزمنه. أكيد. لانه كان بيقول لنا حاجات وبيتكلم معانا في حاجات اتعمل عليها كتب ومؤلفات بعد كده. فدي حاجه من الحاجات اللي الواحد ما ينساهاش في حياته يعني، ان ده من الناس اللي اثرت فيا جدا واللي خلتني لحد النهارده في بعض الطباع وبعض الامور اللي انا كان هو بيعملها معانا انا لحد النهارده بعملها مع لعيبتي. فده يعني لازم نذكره بكل خير، لان كان ليه دور كبير قوي في تكوين شخصيتي كمدرب يعني. اكيد. انتقلت بعد كده كمدير فني او في عالم التدريب يعني زي ما بيقولوا، دربت امبابه بقى واكتر من فرقه. كلمنا عن مسيرتك التدريبيه وخصوصا محطه الصعود مع سيراميكا. وانا طبعا انا يمكن ما ساعدنيش الحظ ان انا اكمل في اللعب كتير، لان انا يعني اصبت اصابه في رجلي، جالي خلع في المفصل وتهتك في الاربطه. الاصابه دي عطلتني كتير في اللعب، فانا كملت لعب لحد ما خدت بكالوريوس التربيه الرياضيه سنه 85. وسنه 85 بدات اعمل في مجال التدريب. اول فرقه مسكتها كانت فرقه 18 سنه في مركز شباب امبابه. ويمكن كان وقتها رئيس المنطقه الكابتن لطيف محمد لطيف الله يرحمه، كان هو رئيس منطقه الجيزه، وكانت منطقه الجيزه موجوده في مركز شباب امبابه. واترشحت لاول دوره تدريبيه اللي هي تعتبر الرخصه سي حاليا. كابتن لطيف رشحني ليها، كنت اصغر مدرب حصلت على الرخصه دي. كان عندي ساعتها 22 سنه. وكان الهدف ان انا لما اخد الدوره دي اتولى مهمه تدريب منتخب الجيزه. طبعا بعد السنه الاولى 18 سنه في مركز شباب امبابه، الموسم اللي بعده اشتغلت مع الفريق الاول مع كابتن سعيد محمود.
اشتغلت معاه في 3 سنين صعدنا بالفرقه، يعني في 3 سنين ورا بعض ما شاء الله. صعدنا بالفرقه لحد ما صعدت موسم 90 من القسم الثالث للثاني، وتوليت مدير فني في القسم صورة الثاني. في صورة اهو عرضناها بتاعت سيراميكا صح؟ ومن شوية كان فرقة سيراميكا اللي صاعدة إلى من القسم الرابع صح؟ يعني أنا بعد قعدت في امبابة فترة طويلة لحد موسم 2007. في الفترة دي برضو بعد الفترة بتاعت امبابة توليت أوسيم في الممتاز ب، وبعد كده توليت السيراميكا كليوباترا في موسم 2007 2008 أول موسم لبداية نادي سيراميكا كليوباترا، والحمد لله ربنا وفقنا في الصعود من القسم الرابع للثالث، وهي دي كان اول فريق للسيراميكا كليوباترا اللي هو في الصوره اللي موجوده على الشاشه دلوقتي. أيوة. ده اول فريق للسيراميكا كليوباترا اللي صعد من القسم الرابع للثالث في موسم 2007 2008. كان فيهم بيسا وحسين خميس محمد خميس وحسين كمال المدرب العام والمدرب المساعد اللي شغالين معايا من اول جيل في سيراميكا كليوباترا. ايوه. كابتن اسامه اسمك انتشر قوي بعد كده، وخصوصا في العمليات الأكاديمية، يعني في الدورات التدريبية وخصوصا كمان المهن الرياضية. عندنا المهن الرياضية طبعا يعني حدث ولا حرج، يعني تاريخ كبير وخصوصا ان هي بتنتج وتفرز اهم الدورات وهي الدورة الأساسية. تمام. انت ابدعت في الحتة دي ومشوارك موجود، يعني كل ما نكلم حد ما نتكلم ادردش مع حد يقول لي كابتن اسامه مهن رياضية. فكلمنا عن الموضوع ده بالذات، لان يعني بعد كده في الاي والبي والسي والبرو والقصص دي، بس يبقى دائما الدوره الاساسيه. طبعا الدوره الاساسيه هي الاساس اللي بيتبني عليه حياه المدرب. هو يعني زي ما بتبني عماره بتعمل لها اساس قوي بتطلع عليه 20 30 دور زي ما انت عايز. أيوة. الدوره الاساسيه نفس الكلام، هي الاساس اللي بيتبني عليه حياه المدرب. لان الدوره الاساسيه المدرب بيدرس 45 يوم، 45 يوم بيدرس فيها 11 ماده، 10 مواد علوم مرتبطه وماده التخصص. اللي بيدرس علم نفسه وتشريح واصابات ملاعب وعلم حركه وعلم تدريب وكل الامور، اداره رياضيه، كل الامور المتعلقه بالعمليه التدريبيه. فطبيعي دي الاساس اللي المفروض المدرب يبقى عنده خلفيه كبيره عنها، لان اللي بيدرسه في الدوره دي ما بيدرسوش في اي دوره ثانيه. يعني الدورات اللي بعد كده بتبقى دورات فيها موضوعات كبيره وموضوعات اكتر، لكن ما بياخدش الاساس الكبير في العلوم المرتبطه زي الدوره الاساسيه. طيب يعني اشتهرت قوي حته الدوره الاساسيه دي بحته ال 45 يوم. تمام. من لم يحصل على الدورة الأساسية هو ليس مدربا. دي مقولة انتشرت في الأول، وخصوصا في الدورة الأساسية بالذات يعني. تمام. وخصوصا إنها بيدققوا قوي في عملية الحضور والغياب ولازم والعملي في الملعب والحاجات دي. هل هي فعلا لحد دلوقتي واخدة صيتها وقيمتها حتى الآن مع مستحدثات العصر في التدريب، الاي والبي والسي والبرو بص حضرتك، الدورة الأساسية مهمة جدا لأي مدرب زي ما قلنا عشان هي الأساس. في نفس الوقت هي فعلا لازم المدرب اللي بياخدها بجدية وبيدرس الدراسة بتاعتها بشكل هو عايز يرتقي بمستواه وعايز يطلع بنتيجة كويسة في النهاية تؤهله إنه يشتغل ويواكب سوق العمل. الدورة الأساسية هي اللي تعمل له الكلام دوت. أي دورة تانية بيبقى الموضوعات اللي فيها حتى لو في علوم مرتبطة بتبقى موضوعات صغيرة. ما بتبقاش موضوعات اساسيه، لكن في الدوره الاساسيه العلوم المرتبطه بيبقى فيها استفاضه كبيره جدا 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 في دراسه العلوم المرتبطه. بص يعني احنا معانا فيديو جايب فيه اسماء رنانه جامده قوي، يعني حسام حسن واحمد شوبير واحمد كشري ووليد صلاح الدين يعني اسماء كتير قوي. تمام. دلوقتي لا يقول لك ايه، طالما لعيب دولي خش على الايه، خش على البي، انسى بقى موضوع الدوره الاساسيه والحاجات دي. انت مع ولا ضد القصه دي؟ هو انا مش مع ولا ضد، هو اصل في شقين لازم الناس تبقى عارفين، في خطين متوازيين. في خط الاتحاد ورخص الاتحاد، اللي هي رخص اتحاد مصري وافريقي واتحاد دولي، وفي شق تاني اللي هو الدوره الاساسيه والقانون المصري، قانون 3 لسنه 87 اللي هو لا يسمح لاي فرد يزاول المهنه الرياضيه الا اذا كان عضو مقيد في جدول المشتغلين بنقابه المهن الرياضيه. بالظبط. فطبيعي هو لازم ياخد الخطين. وقانون 63 بيقول قانون 63 موجود، بس قانون 63 اتلغى فيه جزئيه مهمه جدا اللي هي الجزئيه اللي كان فيها نسبه ال 5% وال 10% للاجنبي، اللي هي 5% للمدرب او الاداري او اللاعب المصري تزيد ل 10% للاجنبي. الماده دي المحكمه الدستوريه حكمت حكم بعدم دستوريه هذه الماده، والماده دي اتلغت. فاصبح دلوقتي القانون 63
63 يعني هو قانون اللي فيه طابع الدمغه بس مش اكتر، لكن قانون 3 لسنه 87 هو القانون الاساسي لانشاء نقابه المهن الرياضيه وللعاملين في مجال المهن الرياضيه. فطبيعي لازم اللي ياخد الدور اللي يبقى عضو نقابه يكون احد حالتين، يا اما خريج تربيه رياضيه مع بكالوريوس تربيه رياضيه، يا اما حاصل على دوره التدريب الاساسيه اذا كان مؤهل غير تربيه رياضيه. فطبيعي القانون المصري ما بيسمحش لحد يزاول المهنه الا اذا كان عضو نقابه ومقيد في جدول المشتغلين. فده الخط الثاني خط الرخص، ان انت تاخد رخصه دي وبعدين سي وبعدين بي وبعدين اي وبعدين برو، دي الرخص اللي بتأهل المدرب انه يشتغل في اي مكان في العالم. تمام. السنه دي دققوا قوي في اتحاد الكوره على اساس ان كل المدربين على اللي بيدرب دوري ممتاز عمليه التصنيف، الدوري الممتاز والمحترفين والقسم الثاني وهكذا لازم يكون معاهم الرخص. هل الكلام ده فعلا كلام شعارات ولا هيتم تنفيذه ولا مجرد؟ لا، هو بدأ التنفيذ فعلا، الفروع كلها اتبلغت دلوقتي وشروط المسابقات طالعه من الاتحاد. ان المدرب اللي هيبقى متواجد في الملعب مش هيبقى متواجد الا اذا كان معاه تصريح. التصريح ده حاجه من اتنين، يا اما حصل على الرخصه اللي هي تؤهله انه يكون موجود مع المرحله اللي هو بيدربها او مع المستوى اللي هو بيدربه، او يكون معاه الرخصه الادنى وبالتالي بيسجل اسمه في الرخصه انه يدرس الرخصه وبيسدد رسوم تصريح للمزاوله اللي بيأهله انه يبقى موجود في الملعب. فالبطاقه بتاعت المدرب اللي هتبقى موجوده معاه في الملعب مش هتستخرج الا اذا كان حاصل على التصريح او مع الرخصه اللي تؤهله للمستوى اللي هو بيشتغل فيه. اكيد. الكلام كتير قوي عن موضوع الدورة الأساسية ونقابة المهن الرياضية، لأن في ناس كتير قوي يعني اللي هم منتسبين، كمان في ناس اللي هم مش واخدين برضه مؤهلات وكده، فبيخش بقى على أساس المنتسبين. بس تفتكر عملية الحرص السداد الاشتراك لحد دلوقتي موجود؟ وخصوصا ان انا على حد علم ان في مدربين كتير قوي اللي عليهم 5 6 7 سنين وحاجات كده ما دفعوش الاشتراك يعني، ودول مصيرهم ايه؟ بص يا كابتن بيه حضرتك، هو الموضوع دلوقتي موضوع مهم جدا. الناس تقعد تقول هي النقابه بتعمل ايه؟ النقابه ايه لازمتها؟ النقابه ما بتفيدناش بحاجه، ايه الميزه اللي باخدها من النقابه؟ الكلام ده كله كلام لما تيجي حضرتك تدخله لارض الواقع. النقابه بتدي ميزه، اهم ميزه في الموضوع انها بتسمح لك بمزاوله المهنه اللي انت بتشتغلها. دي اول حاجه يعني، دي اول ميزه. الميزه الثانيه ان انت النهارده انت بتطلب خدمه. الخدمه دي المفروض ان هي لازم يبقى فيه مردود ليها. يعني انت النهارده انت ماشي بتتمشى مثلا، عايز تعمل شوبينج فبتتفرج على قميص شيك يعجبك. هل انت القميص تاخده تلبسه وبعدين تدفع ثمنه بعد ما تلبسه بفتره، ولا بتدفع ثمنه الاول وبعدين تبقى تاخد القميص؟ فهي الفكره كده ان انت المفروض بتسدد الالتزام اللي عليك. انت ليك حقوق وعليك واجبات، فانت اعمل واجباتك عشان تاخد حقوقك. لكن العضو ما بيدفعش، ولما تيجي تقول له ما تدفعش يقول لك النقابه ما بتعمليش حاجه. طب هي النقابه هتعمل لك من غير ماليه تقدر تعمل لك الخدمات اللي انت عايزها او تدعم لك الخدمه اللي انت عايزها؟ فبالتالي هو العضو، احنا اتعودنا دايما في مصر ان احنا يبقى عندنا قانون فنقعد نفكر ازاي نتحايل على القانون، مش ازاي ننفذ القانون. فهي دي الفكره، ان العضو النهارده لو دفع كل الالتزام اللي عليه، النقابه هتبقى مواردها موارد طبيعيه، هتقدر النقابه بعد كده تعمل الخدمات اللي العضو منتظرها، سواء كانت خدمات اجتماعيه او خدمات في رفع كفاءه او تثقيف او الكلام ده كله. نواصل بقى المشوار ونوصل لمحطه سمارت، محطه مهمه جدا جدا في حياتك، وخصوصا ان انت كان بقالك 3 4 5 سنين كده كان الشغل الاكاديمي كان واخدك شويه من الملعب. قول لي شعورك او قصه انضمامك لسمارت برضه عشان الساده المشاهدين يعرفوا برضه ازاي انت بقيت المدير الفني لسمارت وعملت نفس الانجاز اللي عملته مع سيراميكا وصعدت بيه دوري القسم الثالث، ولسه ما زال الطموح مستمر. يمكن انا الفتره بعد تجربه سيراميكا كليوباترا ما كانش في تجارب بنفس المستوى. يمكن انا بعدت شويه، ويمكن كان في تجربه في النص كده مع نادي جينيوس وما كملتش الاسباب والبعض الافكار من بعض الناس يعني. فكل واحد بيبقى ليه فكر بيحاول ان هو ينفذه او يحاول ان هو يطبقه، وفي مجموعه ناس بتبقى دايما موجوده في المكان يا اما تنجحه يا اما تمشيه في الطريق الغلط. فكانت تجربه انا خدتها لفتره، وبعد كده ما كملتش تجربه جينيوس. يمكن انا طول الفتره اللي فاتت بعد تجربه سيراميكا كليوباترا او مع سيراميكا كليوباترا انا كنت شغال في كره الصالات. مركز شباب متعوبه طبعا يعني من الفرق اللي اتميزت جدا في اللعبه دي، لان انا توليت الموضوع ده من سنه 2000 وفضلت 23 سنه مع فريق متعوبه. حققت انجازات وخدت بطوله دوري مرتين وخدت بطوله كاس مصر مرتين، وطول الوقت وصيف الدوري.
لان كان وقتها يعني متعوبه معمل تفريخ لكره الصالات في مصر. فانا كنت دايما بشتغل انا، وكان معايا اخويا العزيز الكابتن محمود دعبس ودلوقتي مدير مركز شباب متعوبه. عملنا طفره في اللعبه دي، طفره وانجاز، وبقينا نطلع اجيال كل سنه بنطلع عدد من اللعيبه. انشغلت في كره الصالات وخدتني كره الصالات بالظبط، وعملت فيها انجازات، لان برضو ما كانش في تجربه حقيقيه ان انا امسك فرقه على مستوى سيراميكا كليوباترا او على مستوى الوضع اللي كان في سيراميكا، لحد ما جه موضوع سمارت. وجه موضوع سمارت وليد الصدفه، يعني صديق عزيز ليا عرفني على المهندس عاطف الخطيب على اساس ان كان نادي سمارت تم اشهاره وعايز يعمل ملف الاشتراك في اتحاد الكوره. فقعدنا دردشنا والكلام جاب بعضه، وحكيت قصه سيراميكا والمفروض يتعمل ايه في الفتره الجايه. لقيت فكر عالي جدا، طموح عالي جدا. باشمهندس عاطف لما اتكلم معايا في البدايه انا كنت واخد الموضوع عادي، في نادي عايز يعمل يعني شركه عايزه تعمل نادي تشارك بيه في الدوري الاتحاد، لكن لقيت الموضوع اكبر من كده بكتير. فطلب مني ميزانيه، قال لي ممكن تعمل لي ميزانيه طب لفرقه في القسم الرابع، فعملت له ميزانيه رقم معين. فجينا قعدنا تاني يوم فبيتكلم معايا وكده، فلقيته بديله الميزانيه فبص فيها فقال لي طب بص يا كابتن، انا كنت جاي لك عشان موضوع الملف وبتاع، فطبعا انا اتفاجئت ان انت حضرتك مدير فني وفي المجال وليك سابقه اعمال جامده جدا في المجال دوت، وبعدين انا سالت عليك كتير، فالمردود بتاع الاسئله كان مردود ايجابي جدا بالنسبه لنا، فانا عايز حضرتك تبقى موجود مدير فني للفرقه. واختيار صادف قاله اكيد طبعا. فانا طبيعي يعني انا بامانه ربنا هقول لك على حاجه، يمكن انا كان صعب جدا ان انا اشتغل قسم رابع او ادخل على تجربه كده، بس الفكر اللي لقيته من باشمهندس عاطف الفكر المتطور والاسلوب والطريقه اللي هو بيعرض بيها المشروع دوت، وهو عايز يوصل بيه لايه، والطموح العالي جدا اللي انا لقيته، رجعني بقى لذاكرت ان انا عايز ابدا حاجه جديده من الاول تاني، ونبداها خطوه خطوه ونطلع بيها سلمه سلمه زي ما بيقولوا لحد ما نوصل للممتاز. فانا بامانه ربنا بعد الجلسه مع المهندس عاطف وبعد الفكر اللي لقيته منه قلت له اوكي انا معاك، مع ان كان في عرض ليا من احد انديه القسم الثاني والثالث كمان، بس انا فضلت سمارت لان التجربه زي ما قلت لحضرتك تجربه مشروع بالظبط، وهنبداه من البدايه. غير كده كمان انا زي ما بقول لحضرتك بديته الميزانيه، فراح باصص لي كده قال لي طب بص يا كابتن، يعني احلم واحنا هنحقق لك احلامك، اهم حاجه ان احنا في النهايه نحقق الهدف بتاعنا ونصعد. فده دي كانت بدايه انضمامي لسمارت يعني. وطبعا ما شاء الله توجت بالصعود لدوري القسم الثالث، وبدات فتره الاعداد دوري القسم الثالث مختلفه تماما عن فتره الاعداد بتاعه القسم الرابع يعني. طبعا فيعني ما شاء الله زي الجهاز الفني تم تدعيمه، اللعيبه وصفقات جامده جدا هنتكلم عنها دلوقتي، بس طبعا بعد ما نعرض تقرير عن سمارت مع مباراته مع الضبعه وايزي سبورت، ونرجع لكم مره ثانيه ونواصل الحديث مع كابتن اسامه يوسف. هذا البرنامج برعاية
الحمد لله احنا وصلنا النهارده بمعدل الفرقه الفاضل ان شاء الله شهر على الدوري، بس انا وصلت النهارده لحد 70-75%، فان شاء الله عقبال ما يبدا الدوري كده يكون ما عنديش الحمد لله اي مشاكل لا في نفس ولا في لياقه ولا اي حاجه. الحمد لله طبعا بنشكر طبعا مجلس الاداره، الصفقات الجديده اللي جابها الباشمهندس ما شاء الله، اللعيبه كلها فعلا تستاهل ان هي تكون موجوده عندنا في سمارت، زي طبعا اللعيبه القديمه اللي اشتغلنا عليه الاسبوع دوت. كابتن اسامه اتكلم ان احنا هنشتغل خططي الاسبوع ده، فاشتغلنا على خططي ازاي بنرحل، ازاي بندافع، حل الهجومات بنشتغل ازاي. فعلا اللعيبه طبقت، هي دي كانت اهم حاجه عندنا، التطبيق اللي احنا كنا عايزينه. اول حاجه بشكر حضرتك يا كابتن باقي. انت عارف الموسم اللي فات طبعا كان صعب جدا، واحنا كنا محطوطين تحت ضغط جامد، لان الصراحه مجلس الاداره موفر لنا كل حاجه، انت زي ما حضرتك عارف يعني، فبقياده طبعا الباشمهندس عاطف الخطيب. فاحنا طبعا حافظنا على القوام الاساسي بتاع السنه اللي فاتت، واللعيبه كلها اللي جت السنه دي اللعيبه كلها على اعلى مستوى، كل اللعيبه جايه من ممتاز بين من درجات اعلى، وجايين حبا في المكان، وجايين عارفين المكان عايز يعمل حاجه كويسه، وقدامنا تارجت لازم نحققه. والله يا كابتن باقي الحمد لله احنا شغالين بخطه ثابته، وانت شايف الشغل اللي معمول يعني لغايه دلوقتي، فتره اعداد ممتازه، وان شاء الله ادي كان لعبنا ماتشين كسبناهم، ومعانا جهاز فني ومجلس الاداره موفر لنا كل حاجه في فتره الاعداد، فالحمد لله فتره الاعداد ناجحه ان شاء الله. بدانا 15/6 وعملنا فتره اعداد قويه، اللعيبه كمان محمله، لعبنا ماتشات وديه ورا بعض كتيره مع ممتاز بيه، لعبنا مع طاميه، لعبنا مع الانتاج الحربي، لعبنا مع مستقبل الوطن، ولعبنا مع سمارت، وبرده مشينا بالماتشات تدريجيا يعني، والحمد لله اللعيبه بس كانت النهارده محمله قوي، وانا بشكرهم طبعا على المجهود اللي عملوه الفتره اللي فاتت، وان شاء الله احنا عندنا يعني امل باذن الله الصعود ممتاز بيه. والله يعني احنا نازلين من 15/6 بقالنا تقريبا شهر ونص، الجهاز مش مقصر في اي حاجه، نازلين بدري ويعني عاملين نعمل كل اللي في ايدينا يعني عشان نوصل اللي هم عايزينه، بس يعني برضه فتره اعداد والماتشات الوديه دوبك جبنا واحده واحده، وان شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا باذن الله. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم من جديد مرة تانية بعد هذا التقرير، ومعنا كابتن أسامة يوسف. كابتن أسامة، كلمنا عن الصفقات الجديدة وهل أضافت للفريق، وهل إن شاء الله بإذن الله يعني هتحقق الهدف المنشود خلال الفترة القادمة؟ طبعا أكيد الصفقات الجديدة دي طبعا إضافة كبيرة جدا، لأن معنى أقول صفقة جديدة يعني أنا عندي نقص فأنا بعوضه بالاقوى عشان اعمل توازن المطلوب للموسم الجديد. فطبيعي الصفقات الجديده اللي تمت يعني، واللي انا من هنا طبعا بشكر عليها مجلس الاداره، المهندس ابراهيم خيري والمهندس احمد زيان، ومفوضه طبعا الباشمهندس عاطف الخطيب في التعاقدات. وبصراحه الباشمهندس عاطف يعني عينه خبيره جدا يعني. اكيد. يعني هو لما اختار لعيبه على مستوى عالي جدا، وكان دايما يقول لي ايه اما اجي اقول له اللعيب ده انا ما اعرفش اللعيب ده لسه ما شفتوش، يقول لي على ضمانتي، خده على ضمانتي. فانا كنت بمشي على ضمانته، وضمانته كانت كويسه بصراحه. يعني دايما يعني دايما بتروح للاقاليم اللي هي اللي هم عندهم مواهب. هو بيجيب الافضل دايما، ودايما يدور على الاحسن. يعني احيانا اعرض عليه لعيب اقول له في لعيب في الحته الفلانيه كذا، لا احنا هنجيب لعيب بسوبر، هنجيب حاجه ثانيه خالص. فدايما هو بيتطلع للاحسن. فالصفقات الجديده اللي اتضمت طبعا، احنا كان عندنا الموسم اللي فات باقي معانا 18 لعيب من الموسم اللي فات، طبعا كان سكواد كويس بالنسبه للموسم يعني، وبالنسبه للفرقه بنينا عليه، لان احنا السنه اللي فاتت كان عندنا مشكله ان احنا كنا لسه بنبدا نحط اساس، كل اللعيبه جايه جديده على مكان جديد وكيان جديد، وبنعمل اسس وضوابط جديده الناس تمشي عليها. والمنظومه كانت ايه، كنا بنرتبها من الاول. فبقى عندنا 18 لعيب، فاللعيبه اللي جت السنه دي ال 12 لعيب اللي اتضموا علينا دخلوا في المنظومه، لان هم جايين على اساس وعلى منظومه سليمه.
في نفس الوقت هم لعيبه مميزين ولاعيبه معروفين في انديتهم، وكان ليهم دور كبير في صعود فرق كتير. طبعا محمود عبد العظيم، طبعا محمود عبد العظيم ومحمد زكريا ويمكن في صفقه كمان ده سعد، ده حكايه يعني. سعد ده لعيب كويس ولاعيب اضافه كبيره بالنسبه لنا. يمكن زي ما بقول لحضرتك كده المجموعه اللي اتضافت كلها، في كمان بندق، في كريم فرود من الفراوده المتميزين جدا يعني. مش عايز انسى حد منهم يعني، لان طبعا كلهم نجوم وكلهم اضافه كبيره جدا بالنسبه لنا. في كمان محمد سعد باك ليفت من الباكات المميزين جدا. كل دول اضافه للمجموعه اللي موجوده بقى القديمه بقى، كوتا ومجدي وكوستا والناس بقى اللي احنا عشنا معاهم الموسم اللي فوشيكا، والناس اللي عشنا معاهم الموسم اللي فات اللي كان ليهم دور كبير في الصعود يعني. وهم كلهم رجاله. وعلى فكره فتره الاعداد السنه دي بدأ قويه جدا جدا، لان احنا لما بدأنا بلعبتنا كامله يعني. ما استنيناش. في يعقوب كمان النيجيري كان في منتخب السويس، ده اضافه جامده، اضافه كويسه جدا، وكان في دايموند. فاحنا زي ما بقول لحضرتك التدعيمات اللي دعمناها تدعيمات قويه جدا، سدت كل الفراغات اللي احنا كنا محتاجينها. وفي نفس الوقت بدأنا فتره العاب بيهم كاملين يعني. ما استنيناش، ما ضفناش حد بعد ما بدأنا، لا احنا كنا خلصنا التعاقدات وبدأنا فتره اعدادنا بالسكواد كامل بتاعنا اللي احنا هنلعب بيه الدوري ان شاء الله. اكيد. امبارح كان في قرعه مجموعه الجيزه، المجموعه الخامسه، واللي لفت النظر الكل كان حريص عليها يعني حتى باشمهندس عاطف خطيب يعني كان اصر انه يحضر القرعه، وده نادرا ما تلاقي حد مسؤول يحضر القرعه ويطمن على فرقته بالشكل ده، بالاضافه لحضور جميع المندوبين وجميع المسؤولين. فدي طبعا يعني نتوقف عندها بشكل يعني مهم جدا جدا، على الحرص على الحضور. كل الانديه وكل المندوبين وكل الناس موجوده يعني. قبل ما اعرف طبعا رايك في القرعه وضربه البدايه، هنشوف مع بعض مراسم قرعه منطقه الجيزه واللي اقيمت امس بنادي الترسانه، ونشوف راي الكابتن اسامه في القرعه. تعالوا نشوف القرعه ايه اللي حصل فيها، وبعد كده نرجع لكم نشوف كابتن اسامه رايه في هذه القرعه. أنا كنت سعيد جدا بالتواجد، العدد اللي موجود والمناديب اللي موجودة والإعلام اللي موجود والتغطية المتميزة اللي كانت موجودة. وده طبعا احنا طبعا دي مش حاجة جديدة يعني، دايما بنبقى حريصين والأندية حريصة إن هي تبقى متواجدة، وإن شاء الله تكون بداية كويسة بالنسبة للمجموعة الخامسة. وإن شاء الله طبعا احنا هنبدأ السبت 6/9، وطبعا نظام وشروط البطولة هتدي طابع للبطوله من البدايه ان هي تبقى يعني سخنه بحكم ان طبعا او بلغه الكوره زي ما بيقولوا طبعا هيصعد فريق واحد بس، هيهبط 4 انديه للقسم الرابع. وان شاء الله يبقى التوفيق للي يجتهد ويبذل مجهود في الملعب، وان شاء الله ربنا ينجح المسابقه ونوصل ان شاء الله للخير باذن الله. والمجموعه الخامسه تملي مجموعه الجيزه، ومعانا 4 فرق من القاهرة، بتبقى يعني على مدار السنين اللي فاتت مجموعة قوية جدا في الصعود وفي الهبوط. يعني بيبقى فيه منافسة شرسة ومنافسة يعني مش عايزين نقول كلمة شرسة عشان يعني منافسة بين الفرق للصعود، ومنافسة برضو على عدم الهبوط. احنا عندنا السنة دي 17 فرقة الحمد لله، كلهم حضروا النهاردة
القرعه، وتمت القرعه في شفافيه بين الفرق كلها، واعضاء الانديه ومراكز الشباب اللي معانا في المجموعه هم بنفسهم اللي كانوا بيشدوا الورقه بتاعه الاسم والرقم، والحمد لله تمت على خير يعني. بالنسبه لضربه البدايه احنا عندنا كايروسبورج في ملعب اسكو، وطبعا فرقه محترمه، واحنا طبعا عاملين فرقه جديده السنه دي ان شاء الله. ويعني انت عارف طبعا اللي بيبقى عايز ينافس بيبقى داخل المسابقه، ما بتفرقش بقى انت بتلاعب مين ما بتلاعبش مين. ان شاء الله هنبدا باذن الله بنادي المعادي واليخت على ملعبنا في اوسيم. معروف عن اوسيم جمهور تملي في ظهره، جمهوره دايما هو الدافع الاول ليه. عندنا سياده المستشار حمدي حلاوه رئيس النادي ما بخلش وما بيبخلش، دايما في ظهر النادي في كل المواقع. ان شاء الله السنه دي عاملين فرقه كويسه بدعم مستر ابو بكر الصديق، وهو راجل بصراحه اما اتكلم مع الجهاز الفني القرعه مثيره ولقاءات ساخنه في البدايه، في ضربه البدايه. رايك ايه في القرعه ورايك في ضربه البدايه لنادي سمارت في مواجهه ابو النمرس؟ اتفاق مع بعض ان اللي عايز يصعد والبطل يلعب اي حد في اي مكان. تمام. ده الوضع الطبيعي اللي احنا يعني، او ده المبدا اللي احنا ماشيين عليه. لان كده احنا هنقابل بعض، يعني كده هنقابل بعض. حكايه ترتيب الفرق وترتيب الماتشات والكلام ده كله هي المساله ما بتتحكمش بفرقه ضعيفه او فرقه قويه او الكلام ده كله. لان تعالى نحسب الحسبه، النهارده بالنمرس من الفرق اللي بقى لها باع طويل موجوده في الدوري القسم الثالث، وفي فترات كتير كانت بتنافس وداخله المنافسه. هنيجي نقول الماتش الثاني بالنسبه لنا، يعني ضربه البدايه مع بالنمرس، المباراه الثانيه او الجوله الثانيه هتبقى مع بشتيل من الفرق اللي كانت بتنافس على الصعود السنه اللي فاتت. فهي المساله كلها النهارده كل الفرق. احنا معانا على الشاشه كابتن اسامه الجدول ضربه البدايه الجوله الاولى: سمارت مع بالنمرس، ايوه، كايروسبورج بقياده محمد شعراوي مع بشتيل، جمال حواش. تمام. وجمال حواش متمرس في المجموعه طبعا. في المجموعه. جانيس حازم امام مع اطفيح احمد بكري. طبعا عامل فرقه كويسه يعني هو جينيوس هيلاعب مدير فني جينيوس اللي هو بدا مع جينيوس. ايوه اللي بدا طبعا يعني ده هو اللي اسس جينيوس. انا بقول لحضرتك البدايات كانت مع احمد بكري. وسيم مع المعادي، اورنج مع حدائق الاهرام، 6 اكتوبر خالد متولي مع الصيد، احمد اوشه، منشيه ناصر مع كرداسه، نادي حلوان مع شباب حلوان. بقى الاثنين الحلوانيين دول مع بعض لسه جداد نوفي اول مره يلعبوا في حلوان ولاده دايما بتجيب لعيبه كويسه. يعني حلوان ولاده دايما فرق حلوان بيبقى فيها لعيبه كويسه وبتطلع لعيبه على مستوى عالي يعني. فطبيعي الفرقتين دول، وبعدين هاخد الفرقتين دول ورا بعض في الجوله الثالثه والرابعه. يعني برضو الجوله الثالثه والرابعه مع فرق حلوان. تخيل انا عرفت معلومه النهارده ان حلوان فيها اكتر عدد انديه في مصر. طبعا 27 نادي يا كابتن اسامه. طبعا تخيل لما كانت محافظه كان عندها مديريه شباب رياضه. يعني حاجه عدد مهول يعني. طبعا. قول لي بقى يعني سمارت بقى مشواره بقى في الدوري يعني. طبعا انت استعدت بشكل كويس لهذه اللقاءات. طبعا. بص حضرتك، يعني انا لازم استعد على كل فرقه على حده، كل فرقه ليها شغل وليها طبيعه. الماتش اللي على ملعبي مختلف عن الماتش اللي بره ملعبي. انا بلعب في ملعبي، الملعب بتاعنا ملعب مساحته كبيره وواسعه. في فرق كتير ملاعبها مساحتها ضيقه، فطبيعي احنا كل الكلام ده بنستعد له، يعني بنستعد له في التمرين وبنجهز نفسنا لكل الامور. طبعا بنبقى عاملين حساب الجمهور وحساب الملعب وحساب الفرقه دي شكلها ايه وترتيبها ايه واسلوب لعبها ايه، كل الكلام ده. لان برضو انا بحكم وجودي في منطقه الجيزه انا قريب من كل الكيانات دي وكل الفرق اللي موجوده. بعدين نقول حاجه، كل الفرق عندها حظوظ دلوقتي للصعود. يعني في الاسابيع الاولى دي كل الفرق عندها طموح واحد وهو طموح الصعود. بيبدا العد التنازلي او العامل النفسي بينزل بعد 5 أو 6 أسابيع لما بيبقى النتائج بتبان. الفرقه اللي بتركب الجدول من البدايه بتركب وبتمشي، في فرق تاني بتبقى بيحصل لها تعثر وبعد كده بتقوم. الدوري ده ميزته ان هو طويل، فالدوري الطويل ممكن لو في كبوه تقدر تعدل من وضعك وتعدل من نفسك وتقدر تدخل في المنافسه تاني، بعكس المجموعات اللي عدد فرقها قليل ما بتعرفش تلم نفسك في المجموعه يعني. بالتاكيد طبعا بكل توفيق للنادي سمارت ان شاء الله بالصعود، رغم ان المجموعه طبعا هي المجموعه قويه من اقوى المجموعات اللي موجوده في القسم الثالث. الاسبوع اللي فات كابتن اسامه انا اتكلمت عن غزو مطروحي وسيناوي للقاهره. تمام. النهارده معظم انديه مطروح ومعظم انديه سينا بيتمرنوا في القاهره
وعشان لعيبه القاهره، وعشان اصلا يعني الرجاء بيروح يلعب وبعدين يجي يتمرن طول الاسبوع وهكذا. سينا نجمه سينا و6 اكتوبر والنصر بالعريش وكل الفرق دي موجوده بيتمرنوا وعشان يروحوا يلعبوا اخر الاسبوع في ملاعبهم. معانا تقرير لمباراه الرجاء مع نجمه سينا. الرجاء طبعا كابتن ابو العين شحاته، ونجمه سينا كابتن حاتم حسن. تعالوا نشوف كاميرا برضو سمارت كانت في الملعب. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. بنعمل ماتشات وديه قويه جدا عشان نشوف مستوى اللعيبه حتى اللي احنا بنختارها. ممكن النتائج مع اي حد تاني او مع اي مدرب تاني يتاثر، يعني بنخسر بالستة وبالثلاثة وبالاربعة. ممكن اي مجلس اداره يقول لك لا الراجل ده مش شغال او بتاع، لكن هو عارف الظروف اللي احنا بنشتغل بيها وعارف ان احنا بنجمع فريق باقل الامكانيات، وده نجاح لمجلس الاداره ان هو يقدر ينجح باقل الامكانيات. لان مش الفلوس، انا على طول بقول مش الفلوس، مقوله مش الفلوس مش كل حاجه، زي بقول اللعيبه معظمها شبه بعضها. فان شاء الله بتمنى لينا التوفيق ان شاء الله باذن الله. يعني احنا خلاص هنختم المعسكر هنا في حوالي 20/8 او 25/8 ونتكل على الله نروح اسكندريه لان احنا في مجموعه بحر. ابتدينا بدري جدا السنه دي، ابتدينا من 5/7 عملنا برنامج تدريبي وشغالين فيه، خاصه ان الدوري مساعدنا، احنا الدوري اول 9، فقدامنا فتره شهرين برنامج تدريبي. عملنا مباراه وديه على مستوى عالي وكبيره جدا قدام المقاولين العرب والبنك الاهلي وحرس الحدود والشرطه وليفلز ومصر التامين، والنهارده ان شاء الله عندنا مباراه مع الرجاء. فعملنا برنامج كويس قوي، هتستمر مباراتنا باذن الله، والبرنامج التدريبي بتاعنا خلاص غلق القيد، فاضل لنا 5 ايام هنقدر نعرف مين اللي موجود معانا من اللاعبين ومين اللي مش موجود. في اضافات قويه جدا جدا السنه دي لنجمه سينا، لعيبه على اعلى مستوى مميزه، ونتمنى ان شاء الله السنه دي نكون بشكل مختلف بطموح مختلف باذن الله. كل التوفيق لكل أندية سينا ومطروح وكل حبايبنا في كل المحافظات. كابتن أسامة الوقت جري بسرعة جدا 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 بصراحة. أنا كنت مستمتع بوجود حضرتك معانا النهارده ونشكرك شكرا جزيلا. أنا المستمتع بيك والله، ومستمتع بالبرنامج وكل المشاهدين اللي بيتابعونا كلهم كل الشكر والتقدير يعني. شكرا. الشكر موصول للمخرجة الرائعة إيمان رزق، إبراهيم صابر بروديوسر، محمد المهدي سوشيال ميديا، إسلام سعيد إعداد، كريم عبد السلام مصور. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، مع وعد بلقاء الاثنين القادم. دمتم في أمان الله.